السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال ان شاء الله. النهارده يا حبايبي كده هنعمل الفطار مع بعض، وهوريكم كده وانا بسيح السمنة علشان هنعمل فطير للغدا. بس اهم حاجة ما تنسوش اللايك والاشتراك علشان خاطر يوصلكم كل الفيديوهات بتاعتي الجديدة. تعالوا يا حبايبي نشوف السمنة احنا بنسيحها مع بعض ازاي. لازما كده قبل ما تعملي الفطير، سر الخطوة بتاعة الفطير قبل ما تعمليه لازم تسيحي السمن. ازاي يا ام حنين؟ شايفين السمنة يا حبايبي؟ هما اتضمت معايا 2 كيلو سمنة، حطيتهم كده على الولعة ديت. سمنة يا حبايبي سمنة بلدي، لازما كده تكوني مسيحاها علشان تطلعي المرتة منها، علشان تكون السمنة معاكي صافية وحلوة. وبصي اقل حاجة تعملي بيها بصوا بتبقى جميلة وحلوة زي ما انتوا شايفين كده اهوت مولعه عليها. بس اهم حاجه توطي خالص وتقفي جنبيها، ما ينفعش تسيبيها وتقعدي، لان اما بتسيبيها وتقعدي ممكن تعمل منك تتلسع منك كده وتحمر منك غصب عنك ومش هتبقى حلوه معاكي. شايفين اهوت انا موطيه وبقلب زي ما انتوا شايفين كده، ايد رايحه وايد جايه. الرغاوه دي يا حبايبي ما بتتشالش، اللي هي الرغاوه ديت اللي بتبقى المرته بتنزل تحت والسمنه بتبقى فوق وبتبقى جميله. المرته ديت برضو ما بتترماش عادي، في ناس بتاكلها كده بتغمس بيها عادي، في ناس بتحطها في المش القديم عادي برضو زي ما انتوا تحبوا. احنا هنا عندنا كده بحب اعمل ايه كذا حاجه في وقت واحد. انا بعمل فطار اهوت، هو اللعت على السمنه برضو منها هتتعمل وانا واقفه جنبيها كده. وعملت الفطار ومني سيحت السمنه تبرد شويه كده عبال ايه ما نفطر، وهنقوم بقى ايه نعمل الفطير. شايفين ما شاء الله واتبقى لي حبه بتنجان كده علشان اعملهم بدقه اللي على تغمس. يا حبايبي انتوا عارفين ان البطاطس غاليه، إيه فالحاجه الغاليه ما نشتريهاش قوي، يعني ان هي ايه تبقى موجوده بس في البيت حد حب يعمل منها او كده. انما البتنجان اهو بنجيبه بنعمله بدقه كده بيبقى جميل، وطعميه بقى وفول متخدع له زي ما انتوا شايفين كده اهوت. ما شاء الله لا قوه الا بالله، عملنا احلى فطار من بيتنا وكل حاجه موجوده عندنا ما طلعناش بره. وزي ما انتوا شايفين كده اهوت عملنا الفطار هنفطر، وبعدين بقى هنقوم نعمل بقى ايه الفطير. يا ريت الفيديو يعجبكم، بس اهم حاجه ما تنسوش اللايك والاشتراك علشان خاطر يوصلك كل الفيديوهات بتاعتي الجديده. تعالوا كده بقى نشوف يا حبايبي السمنه بعد ما طلعنا المرته منها، الرغوه دي بتنزل تحت والسمنه بقى بتبقى جميله وزي العسل. شايفين السمنه خست قد ايه؟ بس والله يا حبايبي عملنا منها الفطير كان تحفه بالظبط كده، والله كان جميل وكان مخلي الفطيره خفيفه معاكي وهشه ومنفوخه وجميله وزي العسل. زي ما انتوا شايفين اهو بنعملها اهوت. الرغوه بدات تقل اهيت، الرغوه دي كلها بقى هتنزل تحت كده بعد ما نطفي، وهترقد المرته دي في الاخر. المرته دي يا حبايبي لازم أن تطلع من السمنه علشان خاطر السمنه بتاعتك تبقى حلوه. المرته دي بقى بتبقى السمنه والملح والحاجات دي كلها بترقد تحت، بس لازم تطلعيها لازم تطلعيها كده من السمن. دي سر خطوة الفطير، ان الفطير يطلع معاكي جميل وحلو. النهارده كده حبايبي ست ربنا يشفيها قالت انا هعمل ايه، روح هاتوا السمنة كده من بيتها يعني ايه، وقالت انا هعمل انا الفطير النهارده على حسابي بنية الشفا. لست بالله عليكم تدعوا لها بالشفا ان ربنا يشفيها ويتم شفاها على خير. معلقة اكسجين كده يا حبايبي، ربنا يشفيها يا رب كده ويتم شفاها على خير. تعالوا بقى يا حبايبي اما اوريكم شكل الفطير كده بعد ما عملناه، وهوريلكم خطوه بخطوه واحنا بنعجنه علشان خاطر تشوفوه ويعني ايه وكلامي كله موثوق فيه وكل حاجه قدامكم. تعالوا كده الفطير يا حبايبي ما بيحب يعجني فيه يبقى حلو معاكم ومشبك وحلو. شايفين اهوت حطيت السكر والملح برضو ده كله في العجينه زي ما انتوا شايفين كده. هنحط الملح والسكر في العجينه وبعدين هتقلبي كده وبعدين هتنزلي بقى بالعجين. لازما كده تعجين العجين يبقى مخدوم معاك وحلو علشان خاطر ما يبقاش فيه كتل عجين ولا كده. شايفين اهوت حبة ملح، احنا هنا بنحب السكر اكتر من الملح. هو انت بتحطي دي ودي عشان اللي عايز ياكل بالجبنة القديمة ياكل، واللي عايز ياكل بالعسل ياكل. بس اهم حاجة ما تنسوش اللايك والاشتراك علشان خاطر تفعلوا القناة كده. ربنا يبارك فيكم ويبارك في اولادكم. وديت يا حبايبي هي لازم تعجني كده بمية معدنية علشان هنا عندنا المية بتاعت الحنفيات مش كويسة وكده. ادينا هو بنقلب اهو زي ما انتم شايفين قدامك اهوت علشان خاطر يعني ايه بتقومي الدقيق دي كله الاول كده، وبعدين بقى بتبدأي عجين فيه
زي ما انتوا شايفين قدامكم اهوت. النهارده بقى يا حبايبي كنا كلنا موجودين، وقبل ما عمتي تمشي كده يا حبايبي كانت ماشيه النهارده، قلت هنعمل بقى دي كله ان هي تعمل معانا وتاكل معانا كده قبل ما تمشي. والله يا حبايبي اللمه حلوه، ربنا يتنينا كده في اللمه ويسترها معانا ومع المسلمين اجمعين، وينصر اهل فلسطين وينصرهم كده يا رب على من يعاديهم. بس اهم حاجه وانتوا بتشتغلوا كده اذكروا الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. والله يا حبايبي طول ما انت بتذكري الله كده وانت بتشتغلي بتبقى كل حاجة في ايدك سهلة وبسيطة. ربنا ينجح كده اولادنا اللي في الثانوي، فاضل لهم يا حبايبي كده يومين والشهادة تبان. ربنا يوفقهم يا رب ويكمل لهم كده اليومين اللي جايين دمت على خير، ويوفقهم ويجعلهم كده يا رب دايما من المتفوقين، ويحقق لهم كل اللي بيتمنوه. زي ما انتوا شايفين قدامكم اهوت انا بعجن علشان خاطر دايما كده ايه لازم بتقوم الدقيق دي كده الاول علشان خاطر العجين يبقى معاكي حلو اهو. زي ما انتوا شايفين قدامكم كده ايد رايحه وايد جايه علشان خاطر العجين ما يتكلكعش منك ولا كده. زي ما انتوا شايفين اهوت ايد رايحه وايد جايه لحد ما نخلص العجين كده مع بعض، وبعدين هوريهولكوا برضو بعد ما خلصناه وبعد ما قطعناه خطوه بخطوه. بصوا معلش بقى يا حبايبي اليومين اللي فاتوا كده كنت بنزل فيديوهات كانت عندي، لان معلش كنت تعبانه شويه يعني وكده. ادعولي كده ربنا يشفيني ويسترها معانا كده يا رب دايما. كنا يا حبايبي ست برضو الايام دي كمان كده كانت تعبانه، وكنا كلنا زعلانين علشانها ان هي يعني تعبانه وكده. والواحد لما بيكون في حد تعبان في البيت بتأكد ان انت اللي تعبان. ربنا كده يسترها يا حبايبي، ربنا يسترها ومحدش يعيا خالص. ربنا كده يشفي امراضنا وامراض المسلمين اجمعين، وينصر اهل فلسطين يا رب وينصرهم على من يعاديهم. ودايما كده يا رب تكونوا بالتوفيق ويخلوا لكم اولادكم ويسترها معاكم ويخلي لنا يعني حبايبنا كلنا يا رب. يا رب كده محدش ينضر في ماله ولا في عياله. يا رب كده اللي محتاج الذرية الصالحة ربنا يرزقه بالذرية الصالحة، وربنا كده يهدلنا أولادنا ويجعلهم لنا يا رب دايما من حفظة القرآن الكريم. ديت يا حبايبي بالدنيا كلها ان ربنا يكون هادلك عيالك ويكونوا ايه من حفظة القرآن الكريم، يبقى انت كده امتلكت الدنيا كلها. مش ان انت مثلا تقولي لا ده انا لا، بصي تبقى انت كده امتلكت الدنيا كلها مع عيالك ويكونوا من حفظة القرآن الكريم. ربنا يسترها معانا يا حبايبي. زي ما انتوا شايفين اهوت العجينة كده هي قربت تلم نفسيها، بس هي لسه برضو احنا بنعجن فيها قدامكم اهوت. اما تلاقيها بتشبط منك كده هتعوصي ايدك يا دوب زيت كده وتغرزي. كل ما بتغرزي بقى بتنعم معاكي وبتبقى حلو ما شاء الله لا قوة الا بالله. وتعالوا بقى كده نوريكم بعد ما خلصنا عجين وقرصنا اهوت ما شاء الله لا قوة الا بالله. تعوصي ايدك زيت كده وتقرصي، شايفه العجينه ناعمه قدامك ازاي وحلوه ما شاء الله لا قوة الا بالله، طالعه جميله وزي العسل. بس انتوا بقى يا حبايبي علشان تعرفوا كده ان العجينه ريحت ولا لا، لما تيجي تفردي العجينه زي ما انتوا هتشوفوا قدامكم كده بصوا بتتك عليها بترجع تاني، اعرفي كده ان هي لسه ما ريحتش. لازما يا حبايبي تخلي العجينه تريح معاكي كده، كل ما بتريح بتبقى جميله وحلوه وما بتغلبكيش ايه في الفردان وكده، وما بتتقطعش منك. شايفين اهوت ما شاء الله لا قوه الا بالله لسه كده هي يا دوب اي ما تريح اهي. احنا عشان مستعجلين وكده اهي شايفين ما شاء الله لا قوه الا بالله اول واحده كده بتتفرد اهي بس بصعوبه. شايفين اهي بقى ما شاء الله لا قوه الا بالله فردتها اهي على الصينيه زي ما انتوا شايفين اهي ما شاء الله. لازم ترققها كده عشان الفطير بتاعك يطلع مشلتت وجميل. لازم تفرده كده وتتك على الحروف علشان خاطر ما تطلع ايه مروقه مبرقه معاكي وتطلع حلو. والله يا حبايبي بصي احنا عندنا الفطير ده اسهل حاجه واحده عندنا بس هي زي ما انتوا شايفين قدامكم اهو. انا الواحده اهوت بقول لهم محدش يمد ايده، انا اللي بقوم بيه لوحدي. زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله لا قوه الا بالله اهوت بعمل لوحدي وبفرد على الصينيه كده لوحدي زي ما انتوا شايفين. البتاع بسم الله ما شاء الله طالع زي العسل، ما بخليش حد يمد ايده تاني، هي واحده بس مش اللي هي ايه. انا قاعده اهوت وبفرد كده حتى الصينيه على حاجه عاليه كده وتدلدلي منها ما شاء الله لا قوه الا بالله بيطلع معاكي جميل وزي العسل. سمحي كده وانت بتعملي تكوني لابسه عبايه قديمه كده علشان خاطر السمنه هتبوظلك العبايه وكده. زي ما انتوا شايفين اهوت ما شاء الله لا قوه الا بالله فردانه سهل خالص وبسيط اهو زي ما انتوا شايفين.
ما شاء الله لا قوة الا بالله. هو كل حاجة سهلة وبسيطة خالص. الفطير ده بصوا يعني ايه، حاجة عادية خالص زي لما تكوني بتخبزي عيش عادي، ما فيش مشكلة. هنا معايا هي عمتي ربنا يديها الصحة يا رب، بتمد ايدها معايا هي، ربنا يبارك فيها كده ويبارك في اولادها ويخليهم لها يا رب، ويجعلهم لها دايما كده من حفظ القرآن الكريم. ربنا ينجح لها يا رب كده، عندها آية في الثانوي ربنا ينجحها يا رب. وعندنا نوران بنت عمي برضه ربنا ينجحها، وبنت اختي يا حبايبي كده ادعوا لهم كده ربنا ينجحهم ويجعلهم كده من المتفوقين، ويحقق لهم كده يا رب كل اللي بيتمنوه يا رب. ما تدخلنا الزعل ابدا ولا احنا وانتوا، وربنا يستر معانا ومعاكم يا رب كده دايما، ويستر معانا مع المسلمين اجمعين، وينصر اهل فلسطين وانصرهم كده يا رب على من يعاديهم، وربنا كده يحقق لنا كل اللي بنتمناه يا رب. شايفين ما شاء الله لا قوه الا بالله. واحنا بنفرد الفطيره مفروده معايا هيات، ولا متقطعه ولا حاجه. لما العجينه بتريح وتبقى الفطيرة مفرودة معاكي، وقل سمنة يا حبايبي من اللي انت مسيحاها ديت، بتخليلك الفطيرة ما شاء الله لا قوة الا بالله ملانة سمنة ومورقة وجميلة وحلوة. والله يا حبايبي سر فعلا الخطوة كده في نجاح الفطير، السمنة المسيح والله بتخلي الفطير جميل قوي. جربوها واكتبوا لي في التعليقات شوفوا كده زي ما انا عملت ولا ايه. بس بالله عليكم ما تنسوش اللايك والاشتراك علشان خاطر يوصل لكم كل الفيديوهات بتاعتي الجديدة، ربنا كده يسترها معانا ومع المسلمين اجمعين. شايفين اهو. بس بالله عليكم يا حبايبي اللي يسمع الفيديو يتك على يفعل زر الجرس علشان خاطر تكبروا له القناة كده، ربنا يخليكم ويسترها معاكم. بدعوا لي كده يا حبايبي في الكومنتات ربنا يشفي ستي، ربنا يشفيها يا رب ويتم شفاها على خير، لان يا حبايبي البيت كله زعلان علشانها، ربنا يشفيها يا رب دايما ويتم شفاها على خير. ربنا يا حبايبي ما ينقص منكم حد، ويتنيكوا في اللمة وما تنحرموش من بعض ابدا، ربنا كده يشفيها يا رب. شايفين يا حبايبي اهو بطبق الفطير اهوت. بس اهم حاجه وانت بتعملي الفطير كده تتك على الحروف، اهم حاجه يا حبايبي الحروف عليكي وعلى الحروف. طول ما انت بتتك على الحروف كده بتبقى الفطيره معاكي من جوه مورقه، وما بتبقاش الا الرق بتاعتها تخينه وكده، بتبقى مورقه وحلو. وعندنا برضو يا حبايبي هنا عمتي برضو لو انتوا عايزين تعملوا فطير او تتواصلوا معانا برضو ان احنا بنعمل فطير وكده، بتعمل فطير برضو يا حبايبي وبتبيعه، وما شاء الله برضو فطير زي العسل زي ما انتوا شايفين قدامكم كده. الفطير جميل قوي. اللي عايز يعمل فطير او كده او يخبز عيش عندنا برضو بنعمل كده ايه للي عايز يخبز. ما شاء الله لا قوه الا بالله. هو طالع حلو وجميل زي ما انتوا شايفين كده. والسمنه بصوا بنعمله كده السمنه زي ما انتوا شايفين ايدينا كده، بصوا متعصه سمنه ازاي من كتر ما هو ما شاء الله ملان سمنه. شايفين بقى الفطيره في الفرن ما شاء الله ما يعني مطخطخه وحلوه ازاي. بالله عليكم ما تنساش الفيديو، ما تنسوش اللايك والاشتراك علشان خاطر يوصل لكم كل الفيديوهات بتاعتي الجديده. ما شاء الله لا قوه الا بالله. الفطيره طالعه جميله ازاي ولونها ذهبي وحلوه ديت يا حبايبي، لسه مطلعاه من الفرن ما شاء الله لا قوه الا بالله زي العسل. بالله عليكم ما تنسوش اللايك، يعني دي بقى يستاهل منكم لايك. وانا عارفه كمان ان انتوا بتحبوني، انا بحبكم في الله وبحب اشارككم دايما معايا في كل حاجه، ربنا ما يحرمنيش منكم ابدا. شايفين ما شاء الله الفطيره التانية برضو وهي في الفرن ما شاء الله. بصوا صفرة يا حبايبي كده وجميله. بس اهم حاجه وانت بتعملي كده ديري الفطيره كده وكده علشان خاطر ما تجنبش منك وتبقى الفطيره طالعه معاكي حلو. شايفين ما شاء الله يا حبايبي بعد ما طلعت اهوت على الصينيه ما شاء الله طالع جميل وزي العسل. بالله عليكي وايه ما تنسوش اللايك والاشتراك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة يا حبايبي، ربنا ما يحرمني